فيلمنا بيبدأ سنة 1984 مع دوني واللي بيكون طالب في مرحلة الإعدادي وقرب يدخل مرحلة الثانوي، وبيكون ماشي في المدرسة بتاعته مع أصحابه وبيقول لهم إنه قرر ما يعجبش بأي بنت زميلته من تاني لأنه حاليا واقع في حب المدرسة ماري اللي بتدرس لهم في الفصل. وأول لما بيشوفها بيفضل باصص لها معجب جدا بجمالها، وبيروح عشان يطلب منها إنهم يخرجوا في ميعاد غرامي سوا لأنه بيحبها ونفسه يرتبط بيها جدا، وإنه مش بيدور على علاقة جادة حاليا وممكن يسهروا مع بعض شوية. فبتتضايق ماري من طريقته الصريحه بزياده وبتقرر انها تعاقبه بالحجز بعد المدرسه لمده شهر، وبتكون هي المراقبه بتاعته. لكن بيبان انها كمان معجبه جدا بدوني وعملت كده مخصوص عشان تبقى المدرسه فاضيه ليهم هما الاتنين، وبيرتبطوا زي ما كان دوني بيتمنى، وبيفضلوا مرتبطين لمده طويله من غير ما حد ياخد باله الا اصحاب دوني بس اللي مش مصدقين اللي بيحصل، وبيعكسوا بعض من بعيد لبعيد لحد ما بيتقابلوا تاني. ولما بيجي يوم حفله المدرسه واللي بيكون كل الطلبه والمدرسين متجمعين في المسرح، بتتفتح الستاره وبيظهر دوني وماري هما الاتنين سوا وبيتفتحوا في المدرسه والمدينه كلها، والكل بيعرف العلاقه اللي بينهم. وده بيكون سبب في شهره دوني بشكل واسع جدا، وبسبب اللي ماري عملته بتتعرض للمحاكمه، ولانها مش بتبدي الندم قدام القاضي بتأمرها القاضي انها تقف، وبيبان انها حامل من دوني وبيتحكم عليها ب 30 سنه سجن عشان تبقى عبره لاي حد يحاول يستغل طفل، وبتتنقل الحضانه لدوني. وبعد انتهاء المحاكمه اللي بيكون فيها كل وسائل الاعلام بيتحول دوني لاشهر طفل والاغنى في زمنه، وده لان كل البرامج والقنوات عايزه تستضيفه، وبيطلع في اعلانات وافلام وغيره. وبتتعمل قصه حياته فيلم وبينجح نجاح كبير لانه بيكون هو الطفل اللي قدر يرتبط بمدرسته وتبقى حامل منه، ومع الفلوس الكتير اللي بتبقى معاه بيبقى مبذر جدا. وبتعدي السنين وبيكبر دوني وبيرجع من تاني فقير بسبب تبذيره للفلوس، وبيواجه عقوبه الحبس لانه ما سددش اي ضرائب للدوله من الفلوس اللي كان بيكسبها من سنه 94، ويبقى عليه 43,000 دولار ولو ما سددهمش هيتسجن 3 سنين. وبيبقى دوني مفلس ومش معاه ولا دولار، وبيفكر ازاي هيسدد الفلوس اللي عليه وهو معاه 28 دولار بس. فبيقترح عليه المحامي انه يحطهم في رهان على سباق جري هيتعمل قريب في مدينتهم، او انه يدور على هان ابنه يمكن يكون معاه فلوس يستلفها منه. وبيبقى دوني ابنه هجره اول ما تم 18 سنه وما بقاش في اي تواصل بينهم كانه بيهرب منه ومش عايز يشوفه ولا يعرفه تاني. وبيبقى فعلا هان بقى شخص غني وصاحب منصب كبير في شركته وهيتجوز قريب كمان، وبتبقى مراته من العائلات الغنيه، وبينتشر خبر زواجه في المحلات. وبيتضايق هان لانه بيكون شاكك ان ابوه ممكن يعرف اخباره او عنوانه من المجله لو شافها بالصدفه، وهو بيحاول يبعد عنه باي شكل. وبيكون دوني قاعد في بار بيفكر هيعمل ايه في الفلوس اللي عليه، لحد ما بيشوف فعلا خبر زواج ابنه من واحده عائلتها غنيه، وبيشوف ان مستوى ابنه بقى عالي جدا وممكن يساعده في الفلوس. لكن بيلاقي ان المجله كاتبه على ابنه هان ان اسمه تود وانه يتيم لان اهله ماتوا في انفجار لما كان عمره 9 سنين. وبيبقى هان غير اسمه عشان يبعد عن ابوه باي شكل، وبيجهز لفرحه على خطيبته جيمي. وبيقابل صديق العيله تشاد لاول مره، وبيبقى تشاد معاملته صعبه معاه، وبيهدده انه لو في يوم ضايق اخته هيقتله ويخلص عليه بعد ما يعذبه الاول. وبيكون دوني ساعتها بيدور على اي حد ياخد منه الفلوس، فبيروح للاعلامي مورجان اللي كان سبب في شهرته لانه اكتر واحد قدمه للجمهور وهو طفل. وبيروح دوني لمورجان اللي ما شافوش بقاله سنين وبيطلب منه هو كمان فلوس عشان يسدد اللي عليه. وبيطلب منه دوني 43,000 دولار والا هيدخل السجن، وانه عنده استعداد يعمل اي حاجه مقابل الفلوس دي. فبيفهمه مورجان ان الناس نسيت مين هو دوني اصلا وما بقاش في حد فاكر هو عمل ايه. وبيقترح عليه دوني يعمل حلقه لم الشمل بينه وبين ماري المسجونه، والحلقه دي هتحقق مشاهدات كتيره. وبيجي فكره لمورجان ان عنده استعداد يدفع 50,000 دولار مقابل ان الحلقه تتعمل في السجن، ويكون دوني وماري ومعاهم ابنهم هان كمان، وتبقى العيله كلها مكتمله في حلقه واحده. لكن دوني بيكون عارف انه مستحيل يجيب هان معاه في الحلقه، بس بيقرر يحاول بدل ما يدخل السجن. وبيروح على المكان المكتوب في المجله واللي فيه ابنه، وبيقابل جيمي اول واحده وبيعرفها على نفسه ان اسمه دوني وجاي عشان يقابل تود ويبارك له. وبيدخل البيت وبيقابل كل اهل تود وبيقدم لهم نفسه انه والد تود، لكن تود بيحاول يصلح اللي اتقال لان المفروض اهله ميتين، وبيقول لهم ان دوني صديقه من زمان وبقاله فتره ما قابلوش. وبيفضل دوني يتكلم وبيخلي كل اللي قاعدين يضحكوا على طريقته وبيستلطفوه لدرجه انهم بيعزموه يقعد معاهم في البيت لحد ميعاد الفرح. وبيروح تود عشان يوصل دوني اوضته وبيساله عن اللي عايزه منه وانه مش هيديله فلوس او اي حاجه لانه مش طايقه. فبيألف دوني عليه قصه ان والدته ماري تعبانه في السجن وهتعمل عمليه خطيره يوم الاحد وعايزه تشوفه قبل ما تدخل العمليه. وبيقول له تود انه مش مصدقه ومستحيل يروح معاه المكان قبل يوم فرحه بالظبط، وانه ما كانش يتمنى يشوفه حتى لانه كان اسوأ اب في العالم. ده غير انه السبب الرئيسي في انه يجيله السكر لانه كان بيسيبه ياكل الحلويات كل يوم على الفطار وطول اليوم، لدرجه انه بقى 180 كيلو وهو عنده 12 سنه بس بسبب اهماله، وكافح كتير لحد ما خسر وزنه. وبيقول له تود انه لو هيقعد معاه في البيت لازم ما يتكلمش في اي حاجه ويلبس بدله عشان يقابل الضيوف بشكل كويس. وبينزل
وبينزل هو عشان يقابل ضيوفه، وبيفضل يتكلم مع مديره اللي هو شغال معاه وبيتمنى يبقى شريكه في الشركه، وبيكون مديره بيحبه بسبب حياته اللي عاشها والمعاناه اللي انتصر عليها من بعد موت اهله. وبيظهر دوني وهو لابس بدله غريبه كبيره عليه وبيبقى شكله ما يليقش بالحفله اطلاقا، لكن بسبب طريقته بيتعرف على كل الحفله وبيبقى محبوب منهم كلهم. وبيحكي لهم دوني هو ازاي قابل تود، وبيألف قصه انه انقذه من على قضبان قطر لان سندوتش تود وقع وحاول يجيبه وما شافش القطر ساعتها، فنط هو عليه وانقذه من قدام القطر، وكان هيضحي بنفسه في سبيل انقاذه هو. وبيكون في واحد من الحضور بيتعرف على دوني انه الطفل المشهور، وبيبقى السبب في ان كل الموجودين يتكلموا عن احلامهم وعن حبهم للمدرسين والمدرسات بتاعتهم، وبتتقلب القعده لذكريات الطفوله. فبيقوم تود وبيسيبهم لحد ما بيقوم صديق تود وبيقول ان تود اختاروا الوصيف بتاع فرحه لانه ملوش اي صحاب في حياته، مع انهم مش صحاب قوي، لكن بما ان دوني ظهر يبقى هو الاولى انه يبقى الوصيف. فبيطلع دوني عشان يشكره ويشكر كل الحضور على المنصب الجديد اللي اخده وهو وصيف العريس. وقبل ما بيكمل كلام بيشوف قدامه ملعب بيسبول، فبيقنع كل الموجودين انهم يسيبوا لبسهم الرسمي ويروحوا يلعبوا شويه، وكل اللي موجودين بيكونوا عارفين يلعبوا ازاي الا تود لانه ما كانش ليه اب يعلمه ازاي يلعب صح، والكل بيضحك عليه. وبيجي الليل وبتكون جيمي بتتخانق مع تود بسبب انه نسي يجهز الورد لفرحهم وانه يتصرف ويجيبه باي شكل، وبيحاول دوني يتدخل عشان يفهم الموضوع، وبيلاقي ان تود بيستحمى بهدومه، وما بيساله عن السبب بيقول له تود ان من وهو صغير ما بيقلعش هدومه قدام حد بسبب الوشم اللي دوني رسمه على ظهره وهو في ثالثه ابتدائي، واما كبر الوشم باظ وبقى شكله مضحك واي حد بقى بيضحك عليه ما بيشوفه، لدرجه انه عنده عقده يقلع هدومه قدام اي حد. وبيحاول دوني انه يهون عليه فبيفضل يزغزغه لحد ما تشاد بيدخل عليهم وبيفتكروهم انهم بيضربوا بعض كنوع من انواع الهزار، فبينضم لهم وبيضرب تود جامد لانه بيكرهه، لحد ما بيجي دوني من وراه وبيضربه على راسه عشان يغمى عليه وبينقذ ابنه من الضرب. وبعدها بيطلع تود على اوضته فبيلاقي جيمي بتقيس الفستان بتاعها وبتقول له ان دوني تعامله غريب جدا ومش حاباه خالص واكيد ده سبب هروب ابنه منه، فبيسالها لو كانت سمعت منه اي حاجه خاصه بابنه، وبتقول له ان دوني كاتب لابنه رساله في اول صفحه من الكتاب بتاعه اللي وزعه عليهم. واما بيفتح تود الكتاب بيلاقي ان دوني كاتب رساله لابنه انه وحشه جدا وبيتمنى لو يتصل بيه، فبيتاثر تود بكلامه. وبيجي تاني يوم وبيقابل دوني اللي بيقول انه لازم يبقى شجاع شويه وبلاش الجبن اللي هو فيه، لان جيمي مش هتتمنى تكمل مع شخص خواف زيه، ولازم يتعلم يقف ضد اي حد يضايقه زي تشاد اللي بيتريق عليه دايما وضربه امبارح. وبيسمع تود كلامه والكل بيتحرك على الكنيسه عشان يظبطوا اللي هيعملوه في جوازهم، وبيحصل سوء تفاهم ما بين تود والقس بعد ما بيقول تود ان والده متوفي ويستحق اللي حصل له، فبيجي له القس وبيقول له انه مش مسموح يشتكي من والده زي البنت الصغيره. فالاول مره بيشد تود معاه وبيتخانقوا سوا، وبيتدخل دوني في اخر الخناقه وبيضرب القس بازازه عشان يغمى عليه، وكلهم بيطردوا من الكنيسه. وكل ده بيحصل بسبب ان تود سمع كلام ابوه وفكر انه يتعامل بشجاعه، وبيقرر دوني انه لازم يصلح اللي عمله، وبيروح عليهم وبيقول لهم ان تود من صغره وهو بيترعب من الكنايس من ساعه جنازه ابوه، وعلشان كده اتصرف بعصبيه ولازم كلهم يساعدوه ويقفوا جنبه لان تصرفه كان غصب عنه. وبترجع كل عيله جيمي تتعاطف معاه تاني، وبيقترح دوني عليهم ان الزواج يتم على الشط والكل بيوافق، وبيروح كل الشباب بالليل لحفله العزوبيه الخاصه بتود، لكن بدل ما بيروحوا البار بيلاقي دوني نفسه في منتجع صحي للتدليج والاسترخاء، فبيعترض على اللي بيحصل وما بيسمحش لحفله توديع العزوبيه انها تضيع بالشكل ده، وبياخدهم للملهى الليلي اللي بيروحوا دايما، وبيقضوا سوا سهرتهم لدرجه ان الكل بيبقى سكران. وبيوديهم دوني بعد كده العربيه اللي هتوصلهم بيتهم، وبياخد ابنه عشان يكمل باقي الخروجه وسهرتهم سوا، وبتبقى اول مره لدوني يركب عجله في حياته لان ابوه ما كانش فاضيله وهو صغير. وبيرجعوا من تاني للبيت وبيبلغوا تود انه موافق يروح معاه السجن بكره عشان يقابلوا ماري، لكن دوني بيقول له ان امه مش هتعمل عمليه وبقت كويسه، وانها كانت بتمثل انها تعبانه بس لان السجن بيدي اكل زياده للمرضى وما بقاش في داعي انهم يزوروها، وده لانه ما حبش يستغل ابنه اكتر من كده واختار انه يدخل السجن احسن ما يستغل ابنه. وبيدخلوا البيت من تاني لكن بيبقى تود سكران جدا لدرجه انه بيتكعبل في فستان جيمي وبيبقى السبب في انه يبوظ، وبيصحى تاني يوم على صريخ جيمي ان الفستان بتاعه باظ، وبتفضل تزعل تود على اللي عمله وانه ينزل بيه حالا للمغسله عشان ينضفه ويرجع طبيعي زي ما كان من 3 ايام لان فرحهم بكره، وبيبقى حاسس بالذنب ففعلا بيروح عشان يودي الفستان للمغسله، وبيقرر انه بدل ما يرجع على بيته يروح يزور امه في السجن، وبيبلغ دوني في التليفون، فبيجري دوني على السجن عشان يلحقه قبل ما يعرف انه كان ناوي يستغله، وبيوصل لابنه وقت زياره في السجن وبيقنعه انهم لازم يمشوا فورا من السجن. لكن بتظهر ماري بعد سنين سجن وبتبقى مبسوطه انها شايفه حبيبها وابنها سوا، وبتقول لهم ان عمرها ما نسيتهم هما الاثنين. واثناء الكلام بيلاقوا ان في مايك نازل من فوقيهم ووراهم واقف الاعلامي مورجان عشان يصور اللقاء اللي بينهم، وبيفهم تود ان كل اللي حصل كان من ترتيب دوني اصلا، وانه جاله عشان يستغله ويجيبه في
الحلقه مقابل فلوس مش اكتر، وانه لا بيحبه ولا طايقه حتى، فبيسيبه وبيمشي. وبيروح دوني لوحده للبيت عشان يلم حاجته اللي فيه بعد ما خسر الفلوس اللي هياخدها من مورجان، لان تود ما مضاش على الموافقه لاذاعه الحلقه وخسر ابنه كمان. لكنه بيسمع جيمي وهي بتتكلم في التليفون مع واحد وبتقول له ان اللي بينهم تود مش هيعرفوا ابدا، لانه هيبقى اتجوزها والوقت فات خلاص. فبيستنى دوني لاخر اليوم، وبيجي في ليله حفله الفرح وبيروح يقابل ابنه عشان يقول له ان جيمي بتخونه مع واحد، وبيبقى كل الموجودين سامعين اللي قاله. لكن بتقول له جيمي انها اتكلمت مع واحد، والشخص ده محرر في مجله وبيكتبوا موضوع عن احسن اماكن شهر العسل، وفي صور ليها هي وتود نازله في المجله، وكانت مخبيه عنه لانه ما بيحبش صوره تنزل في مكان، فكانت هتصارحه بعد الجواز وبعد نشر الخبر، وبيطردوه بره الحفله. وبعد ما الحفله بتخلص بتروح جيمي الفندق اللي هتتجهز فيه للفرح تاني يوم، وبيفكر دوني انه عشان يصالح ابنه لازم يصالح جيمي الاول، فبيروح لها الفندق اللي هي نازله فيه عشان يعتذر لها، وبيكتشف فعلا انها بتخون ابنه مع تشات صديق العيله، وبيصورهم بموبايله، وبتعرض جيمي عليه اي مبلغ مقابل انه يسكت وما يقولش لتود على اللي شافه، وفعلا بياخد $50,000 منها مقابل سكوته. لكن بعد تفكير بيقرر انه لازم يبلغ ابنه بالحقيقه، وبيجري على مكان الفرح، وبيكون فرح تود بدأ، وبيقولوا ان الفرح ده ما ينفعش يتم بسبب ان خطيبته بتخونه مع تشاد، وبتعترف جيمي قدامه باللي حصل، وبيبوظ الفرح كله. وبيقول لها تود انه مش هيكمل معاه وهيمشي مع ابو دوني لان اهله ما ماتوش زي ما قال لهم، وانه فخور بانه ابن دوني. وبتحاول جيمي انها تضربه بالسكينه، فبيضربها دوني بالازازه وبيغمى عليها، وبيرجع من تاني دوني لحياته، وبيتعمل له حفله توديع لدخوله السجن لان ما بقاش معاه فلوس للضرايب خلاص. وبيبقى ابنه معاه في الحفله وبيعرض عليه انه يديله الفلوس، لكن دوني بيعترض وبيقول له ان جه الوقت اللي يتحمل فيه غلطاته. واثناء الحفله بيجي له المحامي وبيقول له انه يفتح التلفزيون فورا لان السباق اللي هو مراهن على متسابق فيه قرب يخلص، وبيبقى المتسابق فيه احتمال انه يكسب، وساعتها هيكسب دوني $160,000 لان نسبه انتصاره كانت 8000 لواحد، وبيكسب المتسابق السباق فعلا، ودي حاجه كانت مستحيل حد يصدقها. وبيكسب دوني كده $160,000 وبيسدد كل الفلوس اللي عليه، وبيكون دوني قدر انه ما يدخلش السجن، وانه يرجع علاقته بابنه تاني احسن من الاول.